اليوم راح أعمل معاكم مخلل الخيار، خيار البوبو اللي هو إحنا بنسميه عنا بيكون حبات الخيار صغيرة. شوف النتيجة كيف طلع، هذا نتيجة بعد أسبوعين. طبعا هذا بقعد المخلل سنة كاملة، غير مفرغ وحشوته مثل ما هي، والطعم عن جد خرافي، وبس بمكونين فقط أنا خللته. هذا هو حجم الخيار اللي أنا استخدمته. قبل بداية الفيديو رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يا ريت تتابعوني على مواقع التواصل الأخرى على نفس الاسم ونفس صورة اللوغو. أول إشي في البداية أنا عقمت المرتبان وغسلته. هلا بلشت أخزق بحبات الخيار، يعني هيك شرحة بسيطة بس من النص من الجهتين. هلا بعد ما خزقت الخيار بدي أبلش أرتبه في المرتبان. يا ريت المرتبان اللي تستخدموه يكون مرتبان إقزاز، ما تستخدموا بلاستيك لأنه بيتفاعل مع المحلول الملحي اللي بنكبس فيه الخيار. هلا بدي أصفطه بهذه الطريقة على شكل أصابع. شايفين كيف الشكل كيف رتبته؟ وهلا بدي أصفط السطر الثاني. وبدي أحط حبات تومة. التومة حسب اختياري، حسب الكمية اللي انتو بدكم إياها. بتحبوا تومة كتير ضيفوا. أنا حطيت 3 سنون تقريبا، سنين كبار وواحد صغير، فإذا بتحبوا كمية التومة أكتر ضيفوا. طبعا أنا ما شرحتم عشان ما يكون الطعم كتير قوي بالمخلل. هلا بدي أحضر المحلول الملحي. المحلول الملحي عبارة عن مي وملح وسكر. كل لتر مي أنا بستخدم له معلقتين كبير ملح خشن، ضروري ملح خشن وليس ملح الطعام، وبعدين معلقتين صغار سكر. السكر طبعا بعطي حموضة للمخلل الخيار. بدكم تزيدوا الحموضة زيدوا السكر. طبعا أنا ما بستخدم بالمخللات خل، لأنه أنا ما بحب طعم الخل بالمخللات، بس صراحة النكهة خرافية من دون خل. بدكم تضيفوا خل هذا إشي برجع لكم، بس صراحة هيك الطعم عاجبني من دون خل. هلا رح أدوب الملح والسكر. ممكن تغلوا المي وتذوبوا الملح والسكر وتخلوها تبرد بعدين تضيفوها على الخيار، أو ممكن تذوبوا الملح بهاي الطريقة عادي بالمعلقة. وهلا راح أضيفها على الخيار. الطريقة سهلة جدا، والصراحة النتيجة خرافية، راح تنصدموا فيها. بس ضروري إنه تنقوا نوع الخيار. النجاح المخلل 100% لازم يكون بنوع الخيار، الاختيار الصح لنوع الخيار. هلا النتيجة هاي بعد أسبوعين من كبس المخلل. صراحة النتيجة صدمتني أنا كمان، كان الطعم كتير زاكي. شوفوا كيف الحشوة زي ما هي جوا. في بعض أنواع الخيار بيصير الخيار فارغ من النص بعد الكبس. وكل ما طول أكتر كل ما زادت النكهات فيه أكتر. وطبعا مستحيل إنه يذوب، راح يضلوا نفس الإشي، والقرشة فيه خرافية. يعطيكم ألف عافية.